بعد ما في دوريات لعبت جولتين ودوريات لعبت جوله واحده. قلت اقول لك على اهم الحاجات اللي حصلت في الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي والالماني والفرنسي والسعودي كمان، ان في دوريات بدات باثاره كبيره جدا والدنيا هناك سخنه جدا، وفي دوريات زي ما كان متوقع حصل بالظبط. ويلا على طول نخش على ملخص السبت والحد. لو هنبدا باقل الدوريات اثاره شويه يعني هو الدوري الايطالي، بس في حاجه مضحكه جدا بتحصل دلوقتي حالا في الدوري الايطالي. بعد ما عدى جولتين من الدوري الايطالي ودي حاجه غريبه جدا، ما فيش ولا فرقه عرفت تكسب ماتشين ورا بعض. الفرقه المتصدره دلوقتي هي انتر ميلان باربع نقط، اتعادلت ماتش وكسبت ماتش. ده طبعا مؤقتا عشان هقول لك ايه الحاجه الغريبه. الحاجه الغريبه بقى ان الفرقتين الوحيدين لحد دلوقتي اللي ممكن يبقى معاهم 6 نقط بعد مرور جولتين هم هيلاس فيرونا ويوفنتوس. كل فرقه لعبت منهم في الجوله الاولى وكسبت الماتش بتاعها. هيلاس فيرونا معاها 3 نقط واليوفي معاها 3 نقط وهيلعبوا بعض، لو حد كسب منهم هيتصدر على طول ب6 نقط. انا شايف يعني ان اكتر فرقتين ممكن ينافسوا على الدوري الموسم ده هي يوفنتوس وانتر ميلان. طبعا هيتاكد منه في ماتش اليوفي وهيلاس فيرونا، لو كسبته هتبقى متصدره ب6 نقط، وساعتها نقدر نقول المنافسه اشتغلت وبدات ما بين الانتر واليوفي. نروح على الدوري اللي ما فيهوش اثاره بس في حته بس جديد، الدوري الفرنسي. طبعا العادي ان باريس كده كده بتاخد الدوري بقى لها 500 سنه ومفيش حد بيعرف ينافسه ما عدا بس السنه اللي خدت فيها ليل كده الدوري. زي ما متوقع طبعا ان باريس برضو تاخد دوري السنه دي، بس الغريب بقى ان باريس بادئه بدايه في الدوري قويه جدا سواء في اللعب او في الاداء او في عدد الاهداف. يعني كسب اول ماتش 4-1 وتاني ماتش 6-0. الكلام ده من غير امبابي ومن غير نيمار ومن غير ميسي ومن غير اي حد، كلها لعيبه شباب ولاعيبه كويسه كده بس عاملين شغل عالي قوي. ده بقى اللي تخاف منه، يعني كسبانين اول ماتش 4 وتاني ماتش 6، فانا بقى مستني اشوفهم في دوري الابطال هيعملوا ايه. كده كده خلاص بنسبه 90% الدوري الفرنسي اتحجز لباريس من دلوقتي. نروح بقى للبوندس ليج. طبعا اهم 3 فرق دلوقتي عندنا بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وباير ليفركوزن، والثلاثه كسبوا اول ماتش ب3 نقط، بس تحس ان احنا بنكمل على الموسم اللي فات. اقول لك ليه، يعني بايرن ميونخ برضو ادائها مش احسن حاجه، بادئه الدوري مش قويه قوي، كسبت اول ماتش ليها في اخر 6-7 دقائق بالعافيه قدام فولفسبورج. الكلام برضو على باير ليفركوزن نسخه تشابي الونسو، اتعدت في اخر 5 دقائق برضو وجابت الجول في الدقيقه 100 اللي هو جول الفوز وهم 3-2. ساعتها تقريبا جماهير بروسيا مونشنجلادباخ كان هيجي لها جلطه من باير ليفركوزن واللي عملوه. بروسيا دورتموند لا كسبت مكسب عادي ما فيهوش اي سسبند. الثلاث فرق اللي المفروض هينافسوا على الدوري كل فرقه لعبت ماتش وجابت 3 نقط. نخش بقى على الدوري الاسباني عشان بص متعصب جدا من الدوري الاسباني. عارف من قبل ما الموسم يبدا ان برشلونه هينافس جامد قوي على الدوري، وانا قلت اصلا انا متوقع ان برشلونه ياخد الدوري. برشلونه جامد جدا بالشباب اللي عنده، خصوصا نسخه هانز فليك هتبقى نسخه مرعبه بس اتقل شويه عليه. من اول ماتشين، اول ماتش كسبوا عادي جدا، ثاني ماتش قدام اتلتيك بالباو الماتش اللي هو رخم جدا برضه كسب. بجد برشلونه يتخاف منها جدا جدا. الناحيه الثانيه بقى اتلتيكو مدريد اتعادلت اول ماتش وكسبت ثاني ماتش مع 4 نقط. برضه اتلتيكو مدريد مش هتبقى سهله، عامله صفقات كويسه جدا وقويه جدا وهتنافس من بعيد لبعيد كده. ريال مدريد بقى انا عندي شويه كلام عايز اقوله على ريال مدريد. اللي بيحصل في ريال مدريد هو تقريبا نفس السكواد هو بتاع الموسم اللي فات، بخلاف بس ان توني كروس اعتزل وجبنا كيليان امبابي. يعني المفروض الفرقه تبقى اقوى بكتير. حصل بقى عكس كده تماما. من اول ماتش اتلانتا وبعد كده الماتش الاول في الدوري والماتش الثاني في الدوري باين لك ان ريال مدريد عندها مشكله كبيره جدا. اول مشكله واهم مشكله ان انت ما بقاش عندك لاعب خط نص اساسي، بخلاف طبعا مودريتش ان هو مش هيلعب اساسي، يعرف يمسك لك رتم اللعب ويمسك لك نص الملعب ويعرف يحرك لك الدنيا ويمسك لك الملعب كله عموما. اللي كان بيعمل الكلام ده طبعا توني كروس، هو اللي كان بيمسك لك الكره من ورا، يبدا لك الهجمه ويمشي لك الهجمه، يعمل لك كور يمين كور شمال كور في العمق، هو اللي كان بيمشي لك رتم اللعب زي ما هو عاوز بالظبط. دلوقتي انت بتلعب ب3 في خط النص، تشاوميني وفالفيردي وبيلينجهام، مفيش حد فيهم يعرف يعمل ده، ودي مشكله كبيره جدا ما اعرفش انشيلوتي يحلها ازاي. مفيش حد يعرف يعمل كده غير مودريتش ومش هيعرف يلعب اساسي. المشكله الثانيه بقى ان احنا عايزين صفقه امبابي. اصل صفقه امبابي لحد دلوقتي لسه ما اتعملتش. هو حد فيكم شاف امبابي؟ حد فيكم شافه في الملعب بقى بيلعب بيعمل الحركات بتاعته الثنائيه المفروض بتاعته بين فينيسيوس او الثلاثيه اللي بين فينيسيوس وبيلينجهام قبل ما يتصاب؟ امبابي لحد دلوقتي انا مش شايفه، فانا مستني بصراحه بيريز يتعاقد معاه. احنا مستنيين بقى لنا 5-6 سنين وخلاص قلنا هنتعاقد معاه، لسه بيلعب بقى له 3 ماتشات بس احنا لسه مش شايفينه، لسه ما عملش اي حاجه، فمش فاهم هيجي امتى. يعني هو لسه في فرنسا، انا مش عارف بجد ايه الضحك اللي هو بيقدمه. الخوف بجد ان فينيسيوس جونيور وكيليان امبابي وبيلينجهام لما يرجع ورودريجو كل واحد يكون عاوز يبان ان هو الاحسن، فده يسبب مشكله كبيره للفريق. لحد دلوقتي اللي باين في الليجا ان برشلونه جامده جدا، مش جايه تهزر وهتنافس بكل قوه على الدوري، واللي هيتعادل معاه بجد هيعمل فرح. مدريد برده قويه جدا بس عندها مشكلتين، مشكله نص الملعب مش عارفه تمسك نص الملعب ومش عارفين يخرجوا بالكوره. المشكله الثانيه الثلاثي الهجومي او الرباعي الهجومي لسه مش عارفين يلعبوا مع بعض. قبل ما نخش على الدوري الانجليزي ندخل دوري روشن كده في النص، ما فيهوش كلام كتير قوي يتقال يعني، وما تلعبش غير جوله واحده. الجوله الواحده ملخصه كل حاجه من غير ما اي حد يتكلم. نصر نفس الاداء بتاع السنه اللي فاتت اللي هو مذبذب، ماتش تلاقيه جامد جدا هيكسب 5 و6 عادي جدا، وماتش تلاقيه خلاص الكوره معاندة ومش عارف يعمل حاجه وبيضيع نقط. اول ماتش تقريبا كان بيلعب مع الرائد وتعادل 1-1 وكريستيانو اللي جاب الجول وخلاص والدنيا وقفت على كده، وهو عمال يضيع نقط وشكله مش هينافس على الدوري. اتحاد جده نفس الكلام، اول ماتش بيكسب بالعافيه في اخر دقيقه بجول حسام عواد.
هو اداؤه برده لسه مش اقوى حاجه، فبرده هتلاقيه بيضيع نقط. الهلال بقى هو الهلال القوي قوي اللي بيكسب اول ماتش 3-0، جاب الاهداف 2 متروفيتش و1 سافيتش. لا ده كل ده نيمار لسه ما رجعش، ولسه كانسيلو ما لعبش، اللي جابوه ما كان سعود عبد الحميد. فمن الواضح كده ان دوري تاني بدون هزيمه للهلال، والنصر والاتحاد جده هيقعدوا يتفرجوا عليه. الدوري الانجليزي بقى، هو معلش يا عم جوارديولا وهالاند عايزين مننا، هو انتوا كل سنه تبوظوا لنا الدوري؟ يعني كل سنه تحرمونا من المتعه بتاعه المنافسه، ومش يعني كفايه بقى. بالنسبه لماتش السيتي، اي بي سويتش تاون دي غلبانه، قررت ان هي تجيب جول عادي، يعني ما تعرفش ان بعد كده الدنيا هتتقلب. ما شافتش تاني، وهالاند جاب هاتريك وحاجه يعني منتهيه الادب. سيتي طبعا في المركز الاول معاه 6 نقط، وبرايتون برده معاه 6 نقط، وليفربول وارسنال الاثنين معاهم 6 نقط. برايتون لحد دلوقتي عامله اداء كويس جدا، كسبت تاني ماتش مانشستر يونايتد 2-1، فواضح كده ان برايتون هتخبط يعني. ارسنال برده معاه 6 نقط، وارسنال عاجبني جدا المستوى التدريجي اللي ماشيين بيه، كل موسم عن الموسم اللي فات بيتطوروا اكتر ويبقوا اقوياء اكتر من الموسم اللي قبل. عاجبني جدا خط الدفاع بتاع ارسنال، بالنسبه لي من اقوى خطوط الدفاع في الدوري. يعني بص خط بارليف الاربعه اللي ورا، بن وايت، صليبا، جابرييل، وكاليفيور، بجد اربعه ما فيش اقوى من كده، بخلاف بقى طبعا خط النص اللي هو جامد جدا، وخط الهجوم اللي هو جامد جدا. ناقصه بس ايه يعني؟ اوسيمين، حاجه كده من اللي هو ريحه المهاجم الكلاسي اللي خلص لهم الماتشات اللي هيحتاجوه كده اللي هافرتس مش عارف يعمل الدور ده. بس ارسنال نسخه ارتيتا الموسم ده مرعبه جدا، وانا متاكد ان هي تنافس على الدوري. ليفربول برده نفس الكلام، وعمو ارني سلوت شكله جامد وبيفهم طبعا، لسه بدري مش هنحكم عليه دلوقتي، بس شكله عارف بيعمل ايه، وشكله كده عاوز ينافس على الدوري. في نقطه مهمه جدا في ليفربول هو محمد صلاح. محمد صلاح هي نقطه قوه جامده جدا عند ليفربول، خصوصا ان ارني سلوت قال ان هو بيعتمد عليه بشكل اساسي في تحريك الفريق اللي قدام. وسيبك من كلام ارني سلوت، في الملعب انت هتشوف نفس الكلام ده. محمد صلاح تحس هو المتحكم في رتم اللعب، هو اللي بيبدا الهجمه، هو اللي بينهي الهجمه، هو المرتده تلاقيه بيشارك فيها. اي حاجه تخص النص الهجومي بتاع ليفربول هتلاقي محمد صلاح بيشارك فيها. محمد صلاح على مستوى التهديف ان هو جامد جدا، جاب في الماتشين اللي لعبهم جولين. ده كمان محمد صلاح في الاسيستات وفي صناعه اللعب بقى عالي قوي، وبقى بيعرف يخدم الفريق كويس جدا، وهو تحس كده ان هو ايه، الكينج بتاع المنظومه كلها لحد دلوقتي. وزي ما كان متوقع السيتي جامده جدا، ارسنال هينافس ومش هيسيبها، وليفربول معاهم هينافس برضه. كده ملخص اللي حصل في التوب 5 ليجز ودوري روش. لو انت لسه ما عملتش اللايك والسبسكرايب بتاعك الطرش، روح اعملهم ورن الجرس واستنى الحلقات الجايه.